المنظر يا جماعة. هيك يا جماعة كيف السبانخ بقلبها، شوفوا، وكيف العجينة هشة وطرية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك. كيفكن يا جماعة؟ شو أخباركم؟ طبختنا اليوم هي فطاير بسبانخ. ليكولي هالمنظر. ايه يا جماعة، هلا عندي هون كمية من الطحين، تقريبا شي 3 كيلو حبة كاملة، وكيلين طحين أبيض. هلا رح نحطهم بالعجانة. هلا يا جماعة بنحط 3 معالق من الخميرة. هلا رح نحطلن 3 معالق من السكر. لأنه عنا الكمية كبيرة. هلا رح نحطلن كم كاسة مي هون؟ شوية مي بس مشان يتفاعلوا مع بعضهم. شوفوا. وهلا رح نحط 3 معالق كبار من الملح، فرغن هون وهون. هلا رح نحط تقريبا شي كاسة زيت نباتي. وهلا رح نحط شي 4 معالق من اللبن كبار. هلا صاروا 4. ما في طحين مثلا بيشرب مي اكتر، وفي طحين يعني ما بيتشرب مي. هلا رح نحط مبدئيا 5 كاسات مي فاترة كمان، يعني لا باردة ولا سخنة. ومنه عن جد العجانة احسن لانه بتخلط المكونات باسرع وباكتر. كيف عم تنعجن؟ عم تقول ماما انه احتجنا كاسة مي كمان زيادة. يعني هلأ صرنا حاطين 6 كاسات مية 3 كيلو طحين، بس نحنا عنا كيلين طحين أبيض وكيلو طحين حبة كاملة. شوفوا هلأ الواحد لو كمية قليلة الواحد بيعجنها على ايده، بس لأنه كميتنا كتير كبيرة لهيك رح نعجنها على العجانة كمان. شوفوا يا جماعة العجين عنا كيف عم ينعجن. هلا يا جماعة عندي بصلتين هون مقطعين، رح بدنا نفرك السبانخ لحتى تطلع ميتها كلياتها. كمان بنحط ملعقتين من الملح، هيك ملعقة كمان بعد. تمام. هلا بدنا نضل نفركن لحتى شوف تروح المي منه. يا جماعة بعد ما فركناهم منيح رح نعصرهم كمان تعصير هيك مشان ما تطلع المرقة بالعجين، انه لما نشويهم كمان بالفرن كمان بدها تنزل مرقة. هاي الخطوة لازم كل حدا يعملها لانه كتير بتريح الواحد بالشوي. نعصرها مليح بهالطريقة هاي. هلا بعد ما خلصنا التعصير صاروا عندي هدول السبانخات. هلا بدنا نضيفلن، بدنا نتبلن قدر ليمونتين. هلا بدنا نضيف كمان حوالي 3 معالق دبس رمان. هيك اسهل انه من حوالي 3 معالق يا جماعة، كمان بتعطيها طعم كتير طيب. وحوالي كاسة زيت زيتون. بتحبوا جوز؟ كمان جوز قد ما بتحبوا فيكم تحطوها. طبعا نحن بنحط لها جوز، يعني اختياري هو الجوز، فيكم تحطوا له فيكم ما تحطوا له. يا جماعة منظرها اخضر بجنن. خلصنا وصارت معنا تتبيلة السبانخ جاهزة، سكبناها هون. هلا طحين. صار العجين عنا هون جاهز، راح نفردها بالشوبك.
نلطشها منيح. هيك نسويها بهالطريقة وفي مرقة. هلا بدنا نحط حشوة السبانخ. شوفوا شلون بنسكرها منيح مشان ما تطلع الحشوة لبرا وقت الشوي. ما بندهن لانه ما عندنا ورق زبدة. هلا في ناس بتحط لها ورق زبدة وبيمشي الحال، بس لانه ما عندنا ورق زبدة رح نحط لها زيت بقلب الصينية. كمان بنحط لها شوية زيت على وشها. تمام. صارت معي الصينية. ما عم نكون شغلين الفرن على حرارة عالية كتير مشان ندخل الفطاير تبعنا بالفرن. بعدين بس قريبة تصير بننور. هلا يا جماعة بدنا نكور العجين. رح نقولكم شلون بنكورها طريقة كتير سهلة. بتحطوا شوية زيت. تمام. شلون بدنا نعملها قطع صغيرة بتعملوا هيك، تطلع عندكم هيك هالقطعة. شوفوا بتحطوا شوية زيت وبتحطوها. الطريقة الثانية بتطلع رقيقة بالسبانخ. يعني في طريقتين، هذيك الطريقة اللي اشتغلناها وفي هاي الطريقة الثانية على شكل مثلث. شوفوا يا جماعة كيف تعملوها على شكل مثلث هيك ترقوها. يا جماعة كمان ندهن وشهم بزيت زيتون. زيت الزيتون بيطلع يلمع. شوفوا